إبر التخسيس معجزة ولا خدعة؟ الحقيقة الكاملة عن أدوية السمنة الحديثة من الآخر. في الفيديو ده هنعرف الحقيقة الكاملة عن حقن التخسيس. هي إيه؟ بتشتغل إزاي؟ ليه بقت ترند عالمي؟ وهل فعلا بتخسس الكرش بسرعة؟ ولا الموضوع ليه أبعاد تانية؟ هنتعرف على أشهر الماركات، نعرف الآثار الجانبية، ونتعرف على الناس اللي ممنوع تستخدمها لأنها مش لكل الناس. يعني إيه أصلا إبر تخسيس يا دكتور؟ ومعمولة من إيه؟ ببساطة شديدة، إبر التخسيس في الأصل مادة اسمها GLP-1 agonist، والGLP-1 ده هرمون طبيعي موجود في جسمنا، بيطلع من الأمعاء بعد الأكل. دوره بيقلل إحساس الجوع، يبطئ المعدة، ويحسن استجابة الأنسولين. الحقن دي بقى نسخة دوائية قوية جدا من الهرمون ده، فبالتالي بتقلل الشهية بشكل كبير وتخليك تشبع بسرعة جدا. طب ودي بتشتغل ازاي في الجسم؟ تخيل ان عندك 3 مفاتيح تخسيس في جسمك: الشهية، سرعة امتلاء المعدة، ومستوى السكر في الدم. الحقن دي بتأثر على ال3 دول مع بعض، بتقلل إشارات الجوع اللي بتطلع من المخ، بتبطئ المعدة فالأكل يفضل وقت أطول، وبتظبط لك السكر، وده يقلل نوبات الجوع، فالنتيجة سعرات أقل وبالتالي وزن أقل. وإيه اللي خلاها بقى ترند عالمي واصل لهوليوود والدول دي؟ لأن في أول مرة في تاريخ أدوية السمنة بقى عندنا دواء بيعمل نقص وزن كبير وحقيقي. أبحاث كتير أثبتت إن الناس بتنزل من 10 ل 20% من وزنهم، وعلى فكرة أنا أقول لك عن خبرة، الناس بتوصل لأكتر من كده. وبالنسبة لأدوية التخسيس ده رقم ما كانش حد يحلم بيه مع الأدوية القديمة. طب هل بتخسس الكرش بسهولة وبسرعة؟ الحقيقة ولا. طبعا، لأن بتقلل الشهية بشكل ضخم جدا، فالجسم يبدأ يحرق دهون، وطبعا من أول الأماكن اللي بتتأثر فعلا الكرش والبطن. ولا، لأن الموضوع مش لحظة، بياخد برضو وقت ومحتاج التزام، وكمان ما بيحصلش من غير ما تغير نظام حياتك ونمط حياتك. وكمان في نقطة محدش بيقولها: الحقن مش بتستهدف الكرش بس، بتخسس الجسم كله، والنتائج بتختلف تماما من شخص لآخر. طب يا دوك، هي سهلة الاستعمال وآمنة؟ مش سهل بمعنى سهل، لكن بسيط لو اتاخد بإشراف طبي. وأعيد، مش كل الناس مناسبة تستعمله، ومش كل الجرعات تناسب كل الناس، يعني الموضوع فيه شوية كعبلة. طب قولنا بقى ايه أشهر العلامات التجارية لإبر التخسيس دي؟ الأسماء اللي انت أكيد سمعت عنها على السوشيال ميديا وغيره هي أوزامبيك وجوفي ساكسندا، وبالتأكيد سمعت عن مونجارو، ونازل حديث كمان واحدة اسمها زيب باوند، لسه ما عملتش نفس الضجة لكن جاية. كلهم تقريبا زي بعض، لكن ليهم جرعات مختلفة وشوية تفرقة بسيطة، لكن فكرتهم كلها واحدة: نسخة من هرمون GLP-1 اللي اتكلمنا عليه، واحيانا زي في إبرة المونجارو هرمون إضافي GIP. طب في حد ما ينفعش يستخدم الإبر دي يا دوك؟ في ناس معينة تبعد عنها تماما. أشهر حاجة، ودي تلاقيك سمعتها على السوشيال ميديا، ناس بيعانوا أو عندهم تاريخ مرضي لمرض نادر جدا في الغدة الدرقية، نوع من السرطان اسمه MTC أو Medullary Thyroid Cancer، نادر جدا، ولكن إذا اكتشف أو في تاريخ مرضي ليه يستحسن ما نستعملش الإبر دي خالص. الناس اللي عندهم التهاب بنكرياس سابق، أو الناس اللي عندهم مشاكل كبيرة جدا في الجهاز الهضمي، الحوامل والمرضعات، الناس اللي عندها أمراض نفسية معينة، واضطراب الأكل. وأعيد تاني، محدش ياخد الإبر دي مهما كانت حالته الصحية من غير استشارة دكتور. طب ايه اشهر اعراض الجانبيه ليها؟ الاعراض تختلف طبعا من شخص لشخص، لكن اشهرها غثيان، احساس بالترجيع، فقدان شهيه شديد، امساك او ساعات اسهال، حرقان في المعده، تعب عام بالذات في البدايه، واحيانا بقى نقص في الكتله العضليه، وده بيحصل لو شخص ما بياكلش بروتين كفايه او بيلعب رياضه مع استعمالهم. وفي نقطه لازم تتقال بصراحه: كل ما جرعه الابره تعلى بسرعه الاعراض تزيد. طب سؤال بقى يا دوك، ليه في ناس بيرجع وزنهم بعد ما بيوقفوا الإبر ويكونوا خلاص خسوا، اللي انتوا بتقولوا عليه ريباوند؟ لأن الحقن مش بتغير دماغك للأبد، هي بتشتغل طالما موجودة. ناس كتير لما توقفها الشهية بترجع بشكل طبيعي، ولو الشخص اللي كان بيستخدم الإبر ما تابعش نظام صحي غذائي بعد ما يوقفها بيرجع ياكل نفس الكميات وساعات أكتر من اللي كان بادئ بيهم. الحل بقى إن استخدام الإبر ما يكونش بس للتخسيس، يكون عشان تظبط نظام جديد أثناء ما أنت بتستخدمها، عشان لما توقفها تفضل محافظ على النظام ده. طب حلو، هل هي آمنة لاستخدام مدة طويلة؟ بصراحة
الدراسات على المدى الطويل بتطمن جدا، خصوصا للي فعلا عنده سمنة حقيقي أو بيعالج مقاومة أنسولين. لكن لازم متابعة على الأقل كل 3 شهر، وتحاليل وظائف كبد وسكر وفيتامين بي 12، لأن الإبر دي بتأثر عليه وممكن يقل في الدم جدا. طب يا داك، هل أنت بتعتبر الإبر دي بديل للدايت؟ لا خالص، هي إضافة ومساعدة مش بديل. لو أنت اعتمدت على الإبر دي بس هتخس، بس هترجع. لكن لو عملت منه نظام حياة جديد، يعني استخدمت الإبر وعملت نظام غذائي ونشاط خفيف، النتيجة بتكون ممتازة وتستمر معاك. طب قول لنا حقيقة كده ما حدش بيقولها عن الإبر دي. الحقيقة إنها مش سحر، لكن فعلا ولأول مرة عندنا دواء بيقربنا لعلاج حقيقي للسمنة، وبيعالج مش بس ضعف إرادة، بيعالجه بيولوجيا وهرمونيا. لكن خد مني آخر وأهم كلمة، النتيجة الحقيقة بالتركيبة دي: استخدام الدواء، نمط حياة صحي، متابعة طبية، نشاط رياضة، مش دواء لوحده. ولو انت بتفكر تبدأ تستعمل إبر التخسيس، اتأكد انك تحت إشراف طبي متخصص، وانك تفهم انها رحلة مش ضغط زرار. ولو استفدت من الفيديو ما تنساش تعمل له لايك، شير وسبسكرايب عشان غيرك يستفاد. وهي دي حقن التخسيس، معجزة ولا خدعة؟ الحقيقة الكاملة من الآخر.